أقسم برب الكعبة ورب السماوات، أقسم بالذي لا رب سواه، والله تبعتي هذا البرنامج وتبعتي هذه الطريقة حتى غتكون أفضل إنسان وغتكون أحسن إنسان، وحياتك غتيسر والأمور ديالك غتكون أفضل وأحسن إن شاء الله. عندك تابع، عندك التعطيل، عندك السحر، حياتك معكسة، حتى حاجة ما بغات تيسر لك في حياتك. تبع هذه الطريقة الربانية، أفضل طريقة، سر من أسرار النجاح. باغي تنجح في حياتك، أعطيني عقلك وتبع الطريقة، وأعطيني قلبك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. دير هاد الطريقة، ولا ما نجحتيش في حياتك قول لي أنت ما مزيانش، قول لي كلامك ماشي على صدق، قول لي أنت كذاب، قول لي أنت منافق، أي حاجة نستحق قولها، ما كاينش مشكل. أقسم بالله حتى تنجح، أقسم بالله حتى تنجح، أقسم برب الكعبة حتى تنجح في حياتك، والله تتنجح. غتبع الصلاة في وقتها، والذكر في وقته، وأذكار الصباح وأذكار المساء في الوقت ديالهم. إلا ما نجحتيش في حياتك ودرتي هاد الطريقة وما نجحتيش في حياتك ولي أنت ما مزيانش. أقسم بالله حتى طريقة ربانية ولله الحمد والمنة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فهو كافر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جزاء الكافر؟ راحة نفسانية، طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن أسرار النجاح الصلاة، من أسرار النجاح كلما سمعت حي على الصلاة استجبت لله سبحانه وتعالى وأنبت لربك سبحانه وتعالى. السر من أسرار النجاح هو الصلاة في وقتها بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم التوكل على الله عز وجل حق التوكل. كن على يقين غتنجح في حياتك، والله ما تخيب، والله ما تخيب، والله تزيد قدام. أقسم بالله لتبعتي الطريقة اللي عطيتك.